أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا من قناة الاساسية كلوة انمي او قناة الاحتياطية كلوة انمي بلس. فيا رب الفيديوهات تعجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. ودايسك بيعلن الأعضاء اللي هيروحوا الرحلة دي، وهم في ونشكي وتنما وشندو وكارينو وشينسوكي وكاريا وكاغياما ونابونا وكيوسوكي وتايو، وبيسافروا كلهم عبر الزمن في رحلتهم، وبيوصلوا لسنة 1867 ميلادية في كيوتو العاصمة في أواخر أيدو، وبيقرروا ينقسموا الفريقين علشان يدوروا على الشخصين دول. ونشكي هيدور على ريوما لأنه بيحبه، وميدوري هتدور على سوجي لأنها بتحبه، والاتنين بيتخانقوا مع بعض. ونشكي هيكون معاه واندابا وشندو وتنما وشينسوكي واوي واكني وكاغياما، وميدوري هيكون معاه في وكيرينو وتايو وكاريا وكيناكو وكيسوكي. وبيبدأ كل فريق بالبحث، وميدوري معجبة جدا بوقت سوجي وعايزة تقابله، وبنعرف ان سوجي مريض وعنده السل، وان عاش نص حياته من الإرادة قبل ما يموت. وان الناحية التانية برضو فريق نشكي بيدور على ريوما، وفجأة بيقابلوا في طريقهم كورة غريبة كبيرة كده جاية ناحيتهم، ونشكي بيحاول يوقفها ولكن كلهم بيتضربوا يا عيني. وبنعرف ان الكورة دي كانت شخص اسمه سانتانيا، والمفروض انه بيلعب لعبة البولينج من امريكا، وسانتانيا قاعد فوق نشكي الغلبان يا عيني. وبيجي صاحب سانتانيا يطمن عليه واسمه ناكوكا، وفجأة سانتانيا وصاحبه بيتحصروا من اشخاص ماسكين سيوف، وتنما وفريقه بيخافوا، ولكن سانتانيا بيهزمهم بسهولة بكرشه الكبير. وفجأة بيظهروا فريق زنارك وبيوقفوهم بالكورة، وزنارك بيرسم على طول الملعب، وسانتانيا مش فاهم ايه ده، وبيفهموا انها كرة القدم وبيشرحوا له طريقة اللعب. وفريق تنما هيواجه تاني فريق زنارك، واللي يسجل اول هدف هيفوز. وبتبدأ المباراة، ولاعبين زنارك بيعدوا بالكورة بسهولة وبيسددوا على المرمى، ولكن شينسوكي بيقدر يوقفها بوضع المحارب. وبنروح بقى للناحية التانية عند ميدوري واصحابها، ولسه بيدوروا على سوجي، وبيقابلوا شخص في طريقهم بيحذرهم من الشنسنجمي وانهم خطر. وبنرجع تاني لتنما في المباراة، وتنما بيتقدم بالكورة وبيمر لشندو، ومدافع زنارك بيحاول يوقفه، ولكن شندو بيبعتها لنشكي، ونشكي بيحاول يسدد ولكن المدافعين بيوقفوه، والكورة بتوصل لتنما تاني وبيمررها لهيكارو، وهيكارو بيستخدم تسديدة الابعاد الممتدة، وجون وفريق تنما بيفوزوا بالمباراة. ولكن الحقيقة ان فريق زناركي كان بيستهزأ بيهم، وكانوا بيختبروهم وعايزين يعرفوا مدى قوتهم مش اكتر، وزناركي بيراقبهم من بعيد، وزناركي وفريقه بيختفوا بعد الاختبار ده. وسانتانيا بيستمتع بمشاهدة كرة القدم، وبيعرفوا ان سانتانيا كان مطارد من قبل الشانسينجيمي وان عدو للباكفو. وان الناحية التانية ميدوري وفريقها لسه بيدوروا على سوجي، وكيرينو بتروح لشخصين تسألهم على مقر الشانسينجيمي، وميدوري بتوقفها، والشخصين دول بيسألوا كيرينو ليه بتدور على المقر، وكيرينو بتقول لهم عايزين نقابل اوكتا سوجي. والشخصين بيفتكروهم جواسيس لصالح ساتسمي او تشوسي، ولسه هيطلعوا سيفهم، ولكن في حد مخيف بيوقفهم، وبيطلع الشخص ده انه القائد كوندو. وكوندو بيسأل عن اللي بيحصل، والشخصين بيقولوا له انهم بيستجوبوهم علشان يعرفوا اذا كانوا جواسيس ولا لا. وكوندو بيبص المدري واللي معاها بنظرة مخيفة، وهم يا عيني بيترعبوا. وكوندو بيقول للشخصين كويس انكم بتعملوا كده، ولكن تخويف الاطفال هو عار على اسم الساموراي. والشخصين بيتأسفوا له، وكوندو بيأمرهم يروحوا للمقر ويرتاحوا شوية. وكوندو بيتأسف للفريق على تخويفهم، وميدوري بتتعرف على كوندو وبتعرف ان كوندو اسامي قائد الشانسينجيمي. وزناركي بيراقبهم من بعيد وبيعرف كوندو ومش بيعجبه، وكوندو هنا بيحذرهم لان في خطر في العاصمة وبيودعهم وبيمشي. والفريق اصلا بينسى انهم كانوا بيدوروا على اوكتا سوجي، وكيرينو بتقترح انها تطلب من كوندو يوديهم ليه، وبيروحوا كلهم يدوروا عليه. ولكن كوندو في الوقت ده بيقابل زناركي في طريقه، وزناركي بيستخدم الكرة بتاعته وبيأسر كوندو وبياخد هيئته. ومن الناحية التانية سانتانيا اخد تنما واصحابه علشان ياكلوا، وشيندو بيسأل سانتانيا واللي معاه هم ليش شانسينجيمي كانوا بيطردوهم، وهم قالوا له انهم اشتبكوا مع ملكهم وانهم بيخاطروا بحياتهم علشان يثبتوا للعالم وجهة نظرهم
نظرهم اللي هي تعزيز اليابان إلى بلد يعترف فيه العالم. ومن الناحية التانية في مقر الشانسينجيمي هناك اوكتا سوجي بيتدرب بالسيف وشكله كده مريض يا عيني. وميدورو فريقها أخيرا بيوصلوا المقر الشانسينجيمي ولسه هيدخلوا، ولكن بيسمعوا صوت حد جاي فبيستخبوا، وبيطلع الشخص ده هو زنارك. وفي بيستغرب إيه اللي جاب زنارك لهنا وليه لابس اللبس ده وايه اللي بيخطط له. وفي قاعة الشانسينجيمي تم تبليغهم ان ساكاموتو ريوما بيتواصل مع مقاطعة توسا ومش عارفين هو بيخطط لايه. وزنارك بيدخل عليهم وهم مش عارفين مين ده وليه لابس اللبس ده. وزنارك بيقول لهم انا القائد كوندو، وكلهم بيعرفوه شخص منتهى لشخصية القائد وبيرفعوا السيوف وبيحصروه. ولكن زنارك توقع ده وبيستخدم السيطرة على العقل وبيسيطر عليهم، وكلهم بيرحبوا بيه على انه القائد. وهنا بقى سوجي لسه تعبان، وسوجي عايز يقوم علشان عارف ان ريوما بيتأمر على الشغل وعايز يوقفه. ومن الناحية التانية سانتانيا بيعطس وبيبهدل الدنيا. والله انا حاسس ان سانتانيا ده هو ريوما. والمهم سانتانيا بيمسك كرة القدم وفرحان بيها، وفي اللحظة دي في 2 من الشانسينجيمي بيخططوا يهجموا عليهم. وهنا سانتانيا بيفهمهم اهمية اليابان وانه عايز يوجه البلد نحو العالم ويكتشفوه. وفجأة بيدخلوا عليهم الاتنين من الشانسينجيمي وبيقولوا مش هتهرب بعيد يا ساكاموتو ريوما اطلع. وبيتضح فعلا زي ما حسينا ان سانتانيا ده هو ساكاموتو ريوما. يا اخي المؤلف ده براس كلب صحيح. والمهم ريوما مندهش ان الاعداء عرفوا مكانه والفريق هيتجننوا يا عيني لما بيعرفوا ان ده هو ريوما. وتنما بيشوط الكرة في الاعداء وكلهم بيهربوا منهم، والفريق مستغربين ان ده ساكاموتو ريوما لان شكله مختلف تماما عن الصورة. وتنما بيطلب من ريوما مساعدته وانه يديهم قواته، وريوما مش فاهم هو يقصد ايه. وتنما بيشرح له كل حاجة حصلت لهم وانهم محتاجين مساعدته لانقاذ كرة القدم. وريوما بيفكر شوية وبيوافق يساعدهم، بس في المقابل بيطلب منهم يعملوا حاجة ليه، والفريق بيستغربوا. وريوما بيطلب منهم يعلموه كرة القدم. وبعدها ريوما بيلبس لبس فريق ريمون وبيبتدي يتعلم كرة القدم. ومن الناحية التانية عند ميدورو واللي معاها مش عارفين هيعرفوا ازاي اوكتا سوجي. وميدورو بتقول الموضوع سهل وهتبص بس وتعرف اذا كان الشخص نشيط ولا لا، وده لانها عارفة ان سوجي ضعيف ومريض واستحالة يكون نشيط، وهيستنوا لحد ما تحصل دوريات في المدينة ويدور على سوجي. وهنا لسه ريوما بيتدرب على كرة القدم والفريق بيعلموه، وريوما بيسدد الكرة باحترافية وكلهم بيتفاجئوا منه. وواندابا شايف ان جه الوقت خلاص وبيستعمل سلاح الميكس ماكس على ريوما ونيشكي، ولكن الاندماج بيفشل. ودايسكي بيقول زي ما توقعت وان نيشكي لسه ما عندوش القوة الكافية وعلشان كده الاندماج ما نجحش. ومن الناحية التانية فريق مدري لسه بيدور على سوجي وبيلاقي شخص جاي ونشيط وبيسكتوا، بس كيرينو بتوقف الشخص ده وبتسأل على سوجي. والشخص ده بيستغرب من سؤالها وبيقول لها اخطأت الشخص وان اوكتا سوجي مريض ونايم في المقر الرئيسي، وبيسيبها وبيمشي. والفريق بيعرفوا مكان سوجي وبيضطروا يتسللوا لجوا ويلاقوه. وهنا سوجي لسه بيقاوم المرض وعايز يقتل ريوما بايدين الاتنين. وزنارك بيدخل عليهم وسوجي بيعرف ان دي هدوم القائد كوندو وبيسأل زنارك هو ليه لابسها. وزنارك بيقول لهم انا كوندو اسامي الحالي. وسوجي مش بيعجبه الكلام ده وبيسأل على كوندو. وزنارك بيعرفوا ان كوندو في الوقت ده محبوس في مكان بعيد، وبيستخدم زنارك طور السيطرة على العقول وبيسيطر على الشخص اللي مع سوجي. ولكن سوجي بيقاوم السيطرة وبيطلع سيفه وبيكسر السيطرة دي. وزنارك معجب بإرادته وبيعرف ان اوكتا سوجي وان جسده مريض وبيسأله لو عايز القوة وبيوريها ليه. وسوجي بيرفض القوة دي، بس برضه زنارك بيوري اثار قوته. وسوجي بيلاقي طاقته رجعت والألم بيختفي. وزنارك بيقول له ان هيبقى عنده قوة ملهاش حدود، قوة لمقاتلة ساكاموتو ريوما. وسوجي بيتصدم من كلامه ضيع وبتنتهي اللقطة لحد هنا. واما بقى عند ميدورو واصحابها لسه بيدور على سوجي، وفجأة بيلاقوا سوجي قدامهم بيمشي ونشيط وفي شخص بينادى عليه، والفريق بيعرفوا ان هو ده اوكتا سوجي. وسوجي بيعرف انسحبه مكان ريوما وبيجري عليه، وميدورو واصحابها بيجروا وراه وبيستغربوا من نشاطه ضيع وانهم عارفينه مريض ومش فاهمين ايه اللي حصل له. واما هنا تنما لسه بيدرب ريوما. هو ريوما ده مش ناوي يخلص تدريب ابدا يا جدعان. والمهم سوجي بيجيله
سوجي وبيهجم عليه، وريوما بيشوط الكرة على سوجي وبيوقفه، وسوجي بيحاول يقطعه بالسيف بس ريوما بيتفادى الضربة، ونشكي بيقف قدام ريوما وبيمنع سوجي من اللي هو بيعمله، ولكن سوجي مش بيسكت وبيهاجمهم برضه وهم بيبعدوا عنه، وتنما مش عارف يعمل ايه وبيشوف كرة قدم ولسه هيشوتها، ولكن في حد بيشوت الكرة على سوجي وبيوقفه، وبيطلع الشخص ده هو كيسوكي وبينقذ ريوما، وفجأة بيظهر زاناركو وفريقه وبيقول لسوجي ما تنساش وعدك معايا يا سوجي، وانا اديتك قوتي علشان تواصل قتالك بكرة القدم، والفريق بيفهموا سبب ان سوجي نشيط وقوي وبيستغربوا ليه زانارك لابس لبس الشانسينجيمي، وفي بيتدخل وبيسأل زانارك عن القوة المظلمة اللي طلعت منه المرة اللي فاتت، وبيقول له ايه اللي حصل لك، وزانارك بيضحك وبيرضاش يقول له، وبيرسم الملعب تاني علشان يلعبوا مباراة كرة القدم، وسوجي بيكون تبع الفريق مع زانارك، وان سوجي دخل للفريق ده علشان لما يفوزوا يديله ساكاموتو ريوما، ومن الناحية التانية ريوما برضه هيلعب مع فريق ريمون، وبتبدأ المباراة وسوجي بيجرب الكرة وبيعدي من تنما بسرعة بالقوة بتاع زانارك، وسوجي لسه هيسدد على المرمى، ولكن ريوما بيقطع الكرة وبيطلعها برا، وريوما بيجرب الكرة وبيديها لنشكي، ونشكي بيسدد ولكن حارس زانارك بيصدها، والفريقين بيحاولوا يسددوا على بعض وبيبذلوا جهدهم، ونشكي بياخد الكرة وبيمررها لريوما، ولكن سوجي بيقطع من ريوما الكرة وبيطلعها برا، وريوما مستغرب من ردة فعل سوجي الغريبة، وسوجي برضو بيقطعها تاني من ريوما، وكذا مرة بيحصل نفس الموضوع ده، وفريق ريمون بيروح يطمن على ريوما، وريوما بيكون بخير، وفريق ريمون عارفين ان سوجي مراقب ريوما كويس علشان كده بيقطعها منه كل مرة، وفي بيجيلهم وبيديهم خطة جديدة للعب، وبيتقدم تنما بالكرة وبيديها لريوما، وسوجي بيجيله بس ريوما بيعمل حركة غريبة وبيديله الكرة، وسوجي بيستغرب، وريوما بيهنيه وبيقول له ورينا القائد الاول لكتيبة الشانسينجيمي هيعمل ايه، وسوجي بيقول له تمام وبيجرب الكرة، ولكن ريوما بيقف في وشه، ولاعبين زانارك بيطلبوا من سوجي يمرر الكرة، ولكن سوجي بيرفض وشايف انها منافسة بينه وبين ريوما بس، ولكن فريق ريمون بيضحكوا عليه وبيخلوا نشكي يقطع الكرة من سوجي وبيمررها لكيسوكي، وكيسوكي بيستخدم وضع درع المحارب وبيسدد وبيحقق اول هدف لفريق ريمون، وبيفوز الفريق بالمباراة، وزانارك بيسحب قوته من سوجي، وسوجي بيرجع مريض تاني، وبيطلع ان زانارك اصلا كان بيختبر سوجي مش اكتر وبيهرب، وبعدها ريوما عايز يمشي وسوجي بيحاول يوقفه بس مش بيقدر، والفريق بيروحوا يطمنوا على سوجي، ودايسكي بيقول ان سوجي استخدم كل قوته لاستخدام قوة زانارك، وكيسوكي بيسأل سوجي هو ليه عمل كل ده، وسوجي بيقوم وبيقول لهم انه مش هيعيش كتير اصلا، والفريق بيتفاجئوا وان سوجي خايف من خطة ريوما لانها لو نجحت الباكوفا هتتدمر، وانهم واجبهم هم كشانسينجيمي حماية الباكوفا، وعلشان كده عايز يقضي على ريوما قبل ما تنتهي حياته، والفريق بيفهموا اللي هو كان بيعمله ده، وكيسوكي بيشوف نفسه في سوجي لما كان مريض وبيتصدم، وسوجي بيمشي وبيسيبهم، وبعدها ناكوكا صاحب ريوما بيجي وبيسأل على ريوما، وهم بيقولوا له ان هو قال لهم ان عنده حاجة يعملها ضروري، وناكوكا قلقان على صاحبه وخايف لحسن يكون راح لمقر الشانسينجيمي مرة تانية، وفعلا ريوما بيروح لمقر الشانسينجيمي، وهناك الحراس بيعرفوه وبيرفعوا عليه السلاح، ولكن ريوما بينحنى قدامهم وبيطلب منهم يقابل الجنرال يوشينوبو، وهنا ناكوكا بياخد تنما واصحابه يستريحوا عنده شوية في مكانه خفي، وفي الوقت ده ريوما بيجيلهم وتنما واصحابه بيسألوه هو راح فين، وريوما بيقول لهم انه راح لقلعة نوجو يقابل جلالة الحاكم الجنرال توكيغاوا يوشينوبو، وناكاكو بيتضايق منه انه راح لهناك لانه كان ممكن يتقتل، وريوما بيقول له على كل حال ما قدرتش اقابله، وان الحراس رفضوا يدخلوه وحاولوا يقبضوا عليه، بس ريوما غفلهم وهرب، والله يا جدعان ريوما ده دماغه في البطاطس خالص، وناكوكا بيسأل ريوما هو ليه كان عايز يقابل الجنرال، وريوما بيقول له انه كان عايز يقابله علشان فكر انه لازم يعمل حاجة لليابان في الفترة دي وعايز يخليها افضل واحسن، ولكن للاسف هرب وما قدرش يقابله ومش عارف يعمل ايه، وريوما الغلبان زعلان، وتنما بتجيله فكرة ان ريوما يتدرب على كرة القدم تاني علشان مزاجه يتحسن، ومن الناحية التانية سوجي لسه مريض
وعلى حافة الموت، وزناركي بيجيله وبيستهزأ بيه لأنه مريض، ولكن سوجي بيرفض ده وعايز يقتل ريوما بأي طريقة قبل ما يموت. وزناركي بيضحك وبيديله تاني شوية من قواته. وهنا فريق ريمون وريوما بيتدرب على كرة القدم، وكيوسوكي بيفكر في اللي حصل ده وسوجي وكده، وفي بيسأله سرحان في ايه، وكيوسوكي بيقول له مفيش حاجة وبيمشي. وفي اللحظة دي ناكوكا بيجي وبيجيب لريوما رسالة من الباكفو، ولما ريوما بيشوفها بيفرح وبيعرف ان الجنرال يوشينوبو وافق على مقابلته. وناكوكا بيقول ان ده في الاغلب فخ، وانهم بيخططوا لاستدراج ريوما علشان يقدروا يقتلوه، ولكن مع ذلك ريوما برضه هيروح وشايف انها الفرصة المناسبة لاخبار الجنرال عن فكرته، وصاحبه بيحاول يمنعه ولكنه برضه بيقرر يروح. وفي بتجيله فكرة خطيرة وبيقول لهم عليها. وهنا بقى في مقر الجنرال سوجي راكع قدام الجنرال، والجنرال دعا سوجي لهنا لانه عارف انه احسن سيف عندهم، وبيسأله ليه ريوما حي لحد دلوقتي، وسوجي بيعتذر له على تقصيره. والجنرال بيعرفه ان ريوما هيجي قريب لهنا وهيدي لسوجي الفرصة علشان يقتله، وان رجالهم متمركزين في المقر كله، وبيطلب منه ينضم ليهم وهيغير من تقييمه للشانسنجمي من خلال اداء سوجي. وسوجي بيوافق. وفي اللحظة دي بقى بتيجي عربية الزمن بتاعت في وبتنزل في المقر، وريوما بيشكر الجنرال على موافقة مقابلته. وفي بيقول للجنرال لو حاولت تأذي ريوما بأي طريقة هنستخدم العربية ونهرب بيها من هنا. والقادة بيسألوه قصدك ايه، وفي بيقول لهم ان لو الناس عرفوا ان ده كان فخ فهيخسروا ثقتهم بالباكفو. والجنرال واللي معاه بيتصدموا من الخطة دي، وتنما بيطلب من الجنرال يسمع لفكرة ريوما، والجنرال بيوافق وبيطلب من ريوما يقول اللي عنده. وريوما بيقول انه عايز يخلي اليابان بلاد منفتحة اكتر، وعايز يرجع الحكم الامبراطوري، وانهم لازم يحط حد لاستعباد الاجانب ويخلوا اليابان تواجه العالم ويبنوا مجتمع متساوي لجميع الناس في اليابان. ولو عملوا ده فان اليابان هتبقى بلد قوية ومش هتخسر من دول العالم. والجنرال بيستهزأ بيه وبيقول له انت قصدك ان الساموراي والقرويين المتواضعين في طبقة واحدة؟ ده هراء، وان التفكير بالناس الفقراء متوقع من الساموراي اللي عاش في الريف. وفي اللحظة دي بيجي زنارك وبيخش لحد جوه المقر وبيستخدم الكرة للتحكم بالعقل. وزنارك بيقول للجنرال عندي فكرة، ايه رأيك لو ناخد القرار بموضوع اعادة الحكم الامبراطوري عن طريق كرة القدم؟ والجنرال بيوافق وبيقول لتنما وفريقه انهم لو فازوا بالمباراة هيوافق على ارجاع الحكم الامبراطوري. وزنارك بيرسم الملعب وبينزل فريقه، وسوجي بينضم ليهم، وريوما بينضم لفريق ريمون، واندابا بيكون عايز يبقى مدرب فريق ريمون بس للمرة التانية برضه ناكوكا بيبقى المدرب. الدبدوب واندابا ده صعبان عليه يا جدعان. وزنارك بيستخدم الكرة تاني وبيجيب المعلق للمباراة. انا كده عرفت المعلق ده بيجي منين. والمهم بتبدأ المباراة وزنارك بيجرب الكرة وبيديها لجوبلس، وجوبلس بيمررها لانجري، وفريق زنارك بيقعدوا يمرروا البعض بسرعة لحد ما بتوصل لسوجي. وفريق ريمون بيلاحظ ان سوجي بقى سريع مرة تانية، وبيعرف ان زنارك اداله قوة مرة تانية. وسوجي بيديها لرساكاشي، ورساكاشي بيمررها لزنارك، وزنارك بيستخدم الضربة الساحقة، وشينسوكي بيحاول يصدها بوضع المحارب ولكن بيفشل. وجون فريق زنارك بيسجله اول هدف في المباراة. وفي بيعرف ان زنارك قوته نمت اكتر من الاول، والمباراة بتكمل والكرة بتكون مع في، بس زنارك بياخدها منه. وزنارك بيمرر الكرة لفريقه وفريقه بيمرروا البعض بسرعة، ونيشكي بيحاول يوقفهم بس بيفشل. والكرة بتوصل لسوجي، وسوجي عيني شكله لسه تعبان، وكيوسوكي بياخد باله، وكينيكو بتستخدم قوتها وبتقطع الكرة منه وبتمررها لتنما، وتنما بيمرر الكرة لفي، وفي بيستخدم اندماج الديناصور وبيجري بسرعة، ولكن ياشا بتقطع الكرة منه والكرة بتوصل لكيوسوكي، وكيوسوكي بيستخدم الانفجار الشيطاني وحارس زنارك بيصدها بالرمل القاطع. والمباراة بتسخن وفريق ريمون ما بيكونش عندهم اي فرصة ضد فريق زنارك، وسوجي بيجري بالكرة بس ريوما بيقطعها منه، وسوجي الغلبان يا عيني بيقع على الارض وتعبان، والجنرال بيستهزأ بيه. وسوجي بيقرر يكمل علشان الجنرال، وكيوسوكي بيشوف نفسه تاني في سوجي وبيطلع انه بيشوف اخوه مش هو. معلش بقى يا جدعان غلطة مني، طب اعمل ايه طيب ما كلهم شبه بعض. والمهم في بيفهم ان كيوسوكي بيشوف اخوه في سوجي
سوجي، وبعدها سوجي بتوصل له الكرة تاني وكيوسوكي بيحاول يوقف عن اللعب علشان ما يخاطرش بحياته، ولكن سوجي برضه بيرفض وبيكمل، وسوجي بيجري بكل عزمه وبيمر لزنارك، وزنارك بيمر لراست، وراست بيسدد باستخدام الشفرة العجيبة، وشينسوكي بيحاول يوقفها بوضع المحارب، ولكن للأسف بيدخل هدف تاني الفريق زنارك، وسوجي عيني شكلها دي نهايته، ولسه برضه عايز يكمل، بس زنارك بيقول الموضوع انتهى، وسوجي بيتصدم، وكيوسوكي بيروح يطمن على سوجي، وسوجي زعلان علشان قوته غير كافية لحماية البلاد دي، وكيوسوكي بيحاول يفهمه انه غلطان، وبيقول له ان حماية الباكفو مش هي اللي هتحمي البلاد، وانت ممكن ما تصدقنيش، ولكن جعل الباكفو يرجعوا الحكم الامبراطوري هيحمي البلاد دي، وسوجي مش فاهم هو يقصد ايه بكلامه ده، وكيوسوكي بيفهمه انهم من مستقبل البلاد دي وعلشان كده عارفين، وسوجي بيتصدم من كلامه، وريوما بيجي وبيقول لسوجي ان كيوسوكي معاه حق، وانت عارف من جواك ان حماية الباكفو مش هيحمي البلاد دي، صح مش كده؟ ولكنك برضه لسه بتعاند وبتبعد عينك عن الحقيقة، وحتى لو قتلتني مفيش حاجة هتتغير، واللي هيغير اليابان انهم يخلوها بلاد منفتحة اكتر، وسوجي بيتصدم انه كان غلط كل ده، وكيوسوكي بيقول له لسه في وقت لاصلاح الغلط، وسوجي شايف انه لو حتى عمل كده فمفيش حاجة هتتغير ومش عارف يعمل ايه، وكيوسوكي بيشجعه وبيحكي له عن اخوه التعبان وانه بيحترم اخوه جدا، وسوجي برضه شايف انه مش هيقدر يعمل حاجة، ولكن كيوسوكي بيطلب منه يستعير قوته، وان قوة سوجي هتحمي الكثير من الناس، ولكن برضه سوجي بيرفض لانه من الشانسينجيمي ومهمته حماية الباكفو. وبكده يكون نهاية حلقتنا للنهاردة، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حلو وجديد، ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.